بالنسبه للناس اللي بيحسسوك ان انت عيل او بني ادم ناقص، ما فاكش الحاجه اللي عندهم، الناس اللي لما تيجي تتكلم في اي موضوع يفتولك فيه ويحسوك ان انت لا ما بتفهمش، انا بفهم اكتر منك. انتوا مخلوقين من ايه؟ يعني انتوا ليه شايفين ان انتوا فاهمين كل حاجه والناس اللي حواليكم مش فاهمين؟ يعني مثلا انت بتتكلم مع حد، يعني الشخصيه دي بقى مثلا انت بتتكلم مع حد في موضوع، تلاقي الشخصيه دي دخلت في الموضوع وكسفتك، والشخصيه دي مش مجبره ان هي تكذب، بس ممكن تكذب علشان خاطر بس تطلع ان هي فاهمه في كل حاجه. في شخصيات ما تعرفش تقول ما اعرفش. الشخصيات دي عامله زي بالظبط الكعبور بتاع الدوله، دايما لما يحصل اي مشكله في البلد في واحد مكعبر كده يطلع يتكلم ويقعد يفتي و... ولازم يطلع مطلع نفسه فاهم في كل حاجه. هو كده، يعني حاول كده باي طريقه ما تبقاش كعبور الدوله، او ما تبقاش كعبور شلتك. اللي ما تعرفوش قول ما اعرفوش، والله العظيم حاجه طبيعيه جدا. لا انا ما اعرفش والله الموضوع ده، لو تعرفه بعرفني. بعد كده لو حد سالك هتبقى عن معرفه، هتعرف تتكلم لكن انك تقعد بقى تقول لي يا ابني لا الحوار مش كده، بس اسمع مني السليمه والمتينه والكلام الغريب ده، وفي الاخر لما اجي اعمل بحث عن الموضوع ده او فعلا تظهر الحقيقه، انت في نظري هتبقى عيل شمال، لانك انت بتقول اي كلام. يعني انت كده بتفتي، فهي البلد مش ناقصه يفتى. وارجوك ما تبقاش كعبور. بس كده، السلام عليكم.